السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يديم علينا نعمه من ستر وصحة وراحة بال. قولوا امين اللهم امين. تعالوا بقى نبدأ كده ونشوف اللي ورانا. عايزة اقول لكم فيديو النهاردة تقسيمته حلوة جدا جدا جدا، ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم وتستفادوا منها. أنا هنا معايا 3 كيلو بانيه، هاعمل منهم تقسيمة إن شاء الله إن شاء الله هتعجبكم، هي بجد تقسيمة رهيبة. زي ما انتوا شايفين كده البانيه أنا طلعته كده معاكم، كل طبق نص كيلو، يعني الطبقين كيلو كده معايا 3 كيلو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخده واغسله غسلة حلوة. أنا هنا غطيت طبعا الصلصة عشان جبت برضو صلصة كده، قلت افرزها بقى. ما انا بصوا التفريزات دي بقى قلت لكم بتريح جدا جدا جدا، فانا قلت ايه اغطيها كده برضه عشان ما يجيش عليها اي ميه وكده، لان انا كنت حطاها على النار بقى، غسلتها الاول القوطه، بس ما رضيتش اجيبها معاكم بقى، قلت مش هطول عليكم وقولي طولي. فقلت الحمد لله بقى ايه اللي هو جبت حبة قوطة وفرستهم كده، اللي هو يعني عملتهم الأول صلصتهم وغطيت الحلة، وبدأت بقى كده أغسل البانيه كده اديله غسلة حلوة. الأول ده أنا هاغسله مرة و2 و3 و4، أنتم هتشوفوا، رغم إني عايزة أقول لكم يعني باخاف من الحتة دي إن هو بيشرب مَيّة، لإن أنا باجيب البانيه بصراحة ما شاء الله حلو أوي وما بيبقاش شارب مَيّة، بس الحركة دي بتخلّيه يشرب مَيّة. بس أنا بقى هاقول لكم أنا باعمل إيه، عشان يعني إيه ينزّل المَيّة اللي فيه. أنا هنا بقى هادّي له غسلة الأول حلوة، وبعد كده هارجع أغسله تاني، وبعد كده أغسله تالت، وفي الآخر هادّي له بقى إيه حبة ليمون وحبة ملح. وطبعًا عشان لو في أي زيادات، يعني أنا دلوقتي باشطفه بس، بعد كده بقى المرّة التانية هاشيل بقى لو في أي حاجة كده والّا كده بالسكينة هاشيلها، يعني مثلًا حتّة مثلًا فيها حتّة دم أو حاجة الكلام ده. بس هو الله أكبر البانيه بصراحة ما باغيّرش الراجل بتاعه، نضيف جدًا، جدًا، جدًا. وطبعًا بقى شطفته مرّة و2 و3، ورُحت جايبة ليمون كده وعصرت عليه، ورُحت جِبت حبّة ملح، وهاسيبه بقى كده إيه يتنقع شوية. بُصّوا المَيّة، أنا كنت عايزة أقول لكم المَيّة كانت نضيفة جدًا وقتها بعد ما خلّصته. بُصّوا الليمون بقى والملح ده خلّاه نزّل زفارة، والحاجة يعني أي حاجة فيه تاني برضه أي شوائب نزلت. بُصّوا منظره بقى لمّا شطفته كده بقى من الليمون والملح. أنا هاقول لكم على حاجة، الطبق اللي أنا ماسكاه دلوقتي ده اللي هي بُصّوا الصدور اللي هي ناحية العضم، اللي هي إيه هتنفع تتعمل شاورما، ينفع يتعمل منها بقى اللي هي تفرميها كده في الكبة أو تقطّعيها تعمليها بقى منها مكرونة بشاميل، تعملي منها حشوة سمبوسة، تعملي منها جلاش، تعملي بُصّي أي حاجة بقى اللي هي إيه تيجي في بالِك في الحاجات دي تمام تسِد معاكِ. وهاقول لِك دلوقتي هتزوّديها إزاي، من غير ما أقول لِك بقى لا اسلقي لي بطاطساية ولا انقعي لي عيش وصفّيه ولا الجو ده كلّه. والطعم والله يا جماعة رهيب. أنا عايزة أقول لكم هاعمل لكم حبّة على النار دلوقتي، هاعمل منها مكرونة برضه كده وأنا واقفة وهاورّيها لكم برضه في آخر الفيديو. فالفكرة حلوة جدًا. والطبق التاني دوًّا كان فيه اللي هو هاعمل منه ستريبس اللي هي التخينة شوية، الحتة التخينة شوية، والنُص التاني اللي هو البانيه العادي. طبعًا بقى أنا جِبت هنا بقى الكبة اليدوية قُلت أجرّبها في الفراخ. بُصّوا أنا قُلت هاجرّب في حبة وكنت خايفة مرعوبة، ما رضيتش أقطّع كلّه، زي ما أنتم عارفين لو شفتوا معايا الفيديو اللي هو بتاع الكبة، لمّا كنت أول مرّة أجرّبها معاكم اللي هو بتاع البصل. فلقيتها بجد تحفة في البانيه برضه، الحمد لله يعني سدِّت معايا. أنا كنت خايفة أوي ما تنفعش، وطبعًا هاضطر أقعد أقطّع صغير، بس أنا باحب الكبة. عايزة أقول لكم بتفرمه بتخلّيه زي اللحمة المفرومة، تيجي تحطيه في جلاش أو تيجي تحطيه في اللي هو مثلًا في مكرونة بشاميل أو في سمبوسة أو كده، بيرمي معاكِ كتير، بتحسّي إن كل حتّة مكرونة بتاكليها بتطلع بفراخ. الحركة بقى اللي أنا باعملها عشان نزوّد بقى معانا كمان الكمية دي، بُصّوا أنا حطيت فلفل، 3 قرون فلفل أخضر و1 فلفل أحمر حراق، ورجعت حطيت تاني 3 قرون فلفل. بُصّوا عايزة أقول لكم بيبقى حلو. وهاحط بصل بس بالمعقول برضه، مش اللي هو أضيّع طعم الفراخ، يبقى أنا كده ما استفدتش. فين الفراخ اللي هناكلها؟ أبقى بالاسم قايلة ده أنا عاملة فراخ، وفي الآخر هييجوا ياكلوا هيلاقوا نفسهم بياكلوا بصل وفلفل. وحطيت بقى البهارات بتاعتي ملح وفلفل، بابريكا، بهارات فراخ كانت آخر حبة عندي،
2 ماجي، باحب الكزبرة جدًا في الأكل، حطيت برضه حبة كزبرة. بُصّوا بقى ده البصل اللي أنا كنت فارماه في الكبة في الفيديو اللي هو بتاع الكبة، اللي قبل اللي فات تقريبًا. عملته اسمه إيه دوًّا، غير نزلت بيه وقعدت بقى ادعكت حبة حلوين. ودي اللي أنا وريتها لكم كانت القوطة اللي هي اللي أنا قُلت أصلّصها كده وأفرّزها. بُصّوا بقى أنا عايزة أورّيكم منظر اللي هي الفراخ لمّا بتيجي تعمليها في الكبة. بُصّوا بتبقى عاملة مفرولة، بترمي معاكم كمية، ما بتبقاش قطع كده، واللي ياخد قطعة في معلقة ممكن المعلقة التانية تبقى مكرونة بس، لأ. وبُصّوا قسّمتها بقى كده زي ما أنتم شايفين برضه الباقي، أنا خدت حبّة زي ما ورّيتكم، والباقي بقى تقسّميه زي ما أنتِ عايزة. أنا عايزة أقول لكم برضه ده التقسيمات يعني مش هتعمل معايا هاقول لكم 10 بس، ده زي ما أنتِ عايزة، أنتِ ممكن تقسّميها كمان بأقل من كده، يعني على قدّكم بقى يعني حسب عدد أفراد الأسرة. والله بُصّوا بتسِد جدًا الحاجات دي. يعني أنا عندي عايزة أقول لكم باجيب الأجنحة باعملها زي كنتاكي، حلوة جدًا، جدًا، جدًا وموفّرة. الأطفال بتموت فيها، يعني عايزة أقول لكم حلوة أوي. وديًا برضه عايزة تعملي منها اللي هي الnuggets تقدري تعملي، يعني أفكار كتيرة جدًا، مع طبعًا ممكن يعني أنا عندي في اللي هو الفراخ البلدي الأجنحة مع اللي هي مثلًا التقسيمة دي اللي أنا هاعملها للبانيه، فهتبقى حلوة جدًا زي الفل. أنا بقى هنا جِبت اللي هي الكبيرة، بُصّوا أنا حبيت أوريها لكم، بُصّوا تخينة، هاقدر أطلّع منها كمان strips طالما في يعني بانيه تخين كده شوية معايا مليان، يعني عامل لحم، أقدر أعمله strips. واللي برضه هالاقي فيها يعني بُصّوا دي لقيتها رفيّعة كده، فقُلت لأ دي خلاص خلّيها مع البانيه. واللي هالاقي مثلًا من فوق تخينة ومن تحت رفيّعة هاقسمها بالنُص. بُصّوا أهي قسمتها بالنُص، النُص يبقى البانيه ونُص دي لأ، بس دي كان البانيه، باقسم النُص اللي تحت أخلّيه مع البانيه والنُص المليان أقوم مقطّعاه للstrips صوابع. ده هنا بقى بُصّوا تقطيعة البانيه دي عايزة أقول لكم والله موفّرة جدًا، بدل ما الواحد ياخد مثلًا حتّة كبيرة أوي، لأ أنا ممكن أقسم منها حتّة صغيّرة، أقسمهم نُصّين وتبقى تمام، هتعمل معايا كمية، ما هي جنب المكرونة والحاجات دي زي الفل، في ساندوتشات زي الفل. أنا بقى هنا كمان باطلّع منها الحركة دي باطلّع منها كمان شاورما، آخُد مثلًا حتّة زيادة منها مثلًا مش هتعمل حاجة، يعني مش هتأثّر على الحتّة، يعني الحتّة مش هتتكلّم وتقول لي أنتِ صغّرتيني ليه، فهتبقى حلوة أوي برضه معانا. وبُصّوا أهي يعني بُصّوا حتّة حلوة برضه هتعمل معايا حبّة حلوين في الشاورما. بُصّوا عملت معايا وجبة شاورما، يعني مع الفلفل والبصل واللي بيتحط هيبقى زي الفل وهتبقى حلوة أوي. وبُصّوا الستريبس كده، وبُصّوا آدي البانيه، تقطيعته حلوة برضه مش مصغّرة البانيه أوي، بس بدل ما تبقى قطعة كبيرة لأ، قسمتها نُصّين. وهنا بقى قُلت إيه، جِبت بهارات الشاورما، دي بقى عشان أتبِّل بيها الشاورما، طبعًا الكيس طبعًا هيبقى كتير على الكمية اللي عندي، فخدت منّه كده معلقة كبيرة أوي وحطيتها وحطيت حبّة زيت، وزي الفل أديني تبِّلت الشاورما وشِلتها متبِّلة. والله التفريزات دي يا جماعة بتنفع جدًا، بتبقى حلوة أوي، أوي في البيت. وهنا بقى قُلت هاتبّل بقى معايا الستريبس والبانيه. أنا عايزة أقول لكم إن أنا باتبّل التتبيلة دي موفّرة أوي، ما باحطّش بيض نهائي، يعني حلوة أوي، أوي وموفّرة وطعمها تحفة، بجد بتحسّي إن أنتِ الفراخ كلّها أنتِ بتعمليها كإنّها زي كنتاكي كده، والطبقة اللي عليها ماسكة نَفْسها حلوة، يعني من الآخر حلوة أوي. أنا حطّيت دقيق، حطّيت عليهم بهارات، ملح، فلفل، كزبرة، مرقة، اللي عندِك بقى حطّيه. توابل الفراخ أنا كان عندي بقى طبعًا خلاص خلصت لمّا عملتها بيها اللي هي الفراخ اللي أنا عصّقتها دي في الأول، فخلاص زي الفل. أنا بقى نسيت إيه، نسيت البصل البودرة والتوم البودرة. التوم البودرة كان عندي خلصان بس كان عندي بصل بودرة، هارجع أحطّه بقى قبل ما أقلّب، افتكرته بقى هنا فهارجع أحطّه. وبُصّي، أنا عايزة أقول لِك حلو أوي، والله جرّبي بس التفريزات ديًّا. يعني أنا هنا هاحط الستريبس والبانيه في علبة واحدة، بس هي الكمية بُصّوا قد إيه، الكمية هتعمل معانا ممكن يعني أنتِ لو عملتِ مكرونة وكل واحد قطعتين تمام زي الفل. بُصّي تخيّلي بقى هتاخد معاكِ قد إيه.
عايزة تعمليها يعني الستريبس ده لو قسّمتيه على وجبتين، اللي هو ساندوتشات وغير ساندوتشات المدرسة وفي البيت وكده، هيبقى ما شاء الله زي الفل. أنتم متخيلين بُصّوا، يعني 4 أكياس والكيس وحبّة كمان عملت بيهم المكرونة يعتبر كيس خامس، والشاورما والبانيه ممكن يتعمل على مرّتين 3 الستريبس برضه على مرّتين 3، فأكلة حلوة جدًا وبألف هنا وشفا. أنا بقى هنا قُلت هاورّيكم برضه المكرونة، يعني أنا عايزة يعني أورّيكِ بس الفكرة في إنِّك أنتِ لمّا اللي هي فكرة الفراخ في الكَبّة حلوة إزاي، اللي هي هتلاقي كل قطعة فيها فراخ، الفراخ ما شاء الله تلاقيها حلوة وكتيرة، أهيًا هتشوفوها دلوقتي، مش زي ما هتقطّعيها خالص. وطبعًا بتوع الفراخ ما عندهمش مفرمة عشان يعني يفرموا اللي هو اللحمة وكده، اللي هي زي اللحمة. فالكبة بتغني بصراحة في الحتّة دي أوي. ويا رب، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منّه، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.